مشاهدي قناة مستر فايبس، متابعين الأعزاء، أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست رحلة وعي. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا محتاجينه، موضوع بسيط في شكله لكن صعب جداً في التنفيذ. لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، سبسكرايب للقناة، ولو بتتابعنا بشكل دوري شاركنا في التعليقات بآرائك في محاور الحلقة. فن وضع الحدود، إزاي تقول لأ من غير ما تخسر اللي قدامك ومن غير ما تخسر نفسك كمان. ومعايا النهاردة دكتور نور الدين شاكر، استشاري نفسي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا صوفيا، وأهلا بكل اللي بيسمعونا. صدقيني موضوع الحلقة دي ممكن يغير علاقات ناس كتير، ويا رب كلامنا فعلا يفرق مع اللي هيسمعنا. أنا فاكرة مريضة جاتلك وقالت بعمل كل حاجة للناس بس مش لاقية نفسي. هل دي بداية المشكلة؟ بالظبط، هي دي المشكلة اللي بتتكرر في جلسات كتير. الناس بتفتكر إن الحب يعني تدي طول الوقت، توافق على أي طلب حتى لو جواك رفض. لكن الحقيقة العلاقة اللي ما فيهاش حدود ما فيهاش أمان نفسي. طيب يا دكتور، ليه ناس كتير بتلاقي كلمة لأ صعبة؟ لأننا اتربينا على فكرة إن اللي يرفض يبقى أناني أو قليل الذوق. أنا فاكر حالة شاب في الجلسة كان بيوافق على شغل إضافي كل يوم لدرجة وصل لاحتراق نفسي. لما سألته ليه ما قلتش لأ، قال عشان ما يفتكروش إني ضعيف. يعني هو ضحى بصحته عشان ما يتقالش عليه كلمة. طب إزاي أعرف إني شخص مش بعرف أحط حدود؟ 3 علامات واضحة: بتوافق على الحاجات وانت من جواك رافض، بتحس بالذنب لو رفضت، بترجع البيت مرهق نفسيا كأنك استنزفت. دي إشارة إن حدودك محتاجة صيانة. وعايزين مثال من جلسة حصل فيها فرق واضح لما اتعلموا يحطوا حدود. في سيدة كانت بتقول نعم لكل طلب من أهلها لحد ما بقت مستنزفة. بدأنا تدريب بسيط، كل يوم تقول لأ في حاجة صغيرة، حتى لو مجرد مش هرد على التليفون وأنا تعبانة. بعد شهر قالت لي أنا مش بس ارتحت، ده اللي حواليا ابتدوا يحترموني أكتر. وده الدرس، لو احترمت رغبتك في إنك تعمل اللي انت عاوزه وتقول لأ على اللي مش عاوزه، اللي قدامك هيحترمك وهيحترم حدودك. طب في أداة عملية للمستمعين دلوقتي؟ جربوا تمرين اللأ المحترمة. قول لأ مع جملة بديلة قصيرة، مثلا لأ مش هقدر أخرج النهاردة، محتاج أرتاح. لأ مش هقدر أساعدك في ده، لكن ممكن أقترح لك حد تاني. بكده بتحافظ على احترامك لنفسك وفي نفس الوقت بتحافظ على العلاقة. بس يا دكتور، ناس بتفتكر إن اللي بيحط حدود بيبقى قاسي أو بارد، ده حقيقي؟ خالص، الحدود مش جدار، الحدود زي باب. الباب بيتفتح للي يستاهل يدخل ويتقفل قدام اللي بيأذي. أنا فاكر واحدة قالت لي أول مرة أقول لأ لصاحبتي كنت خايفة تقاطعني، بالعكس بقت بتتعامل معايا باحترام أكتر. طب يا دكتور، ناس بتقول أنا قلت لأ بس حسيت بذنب رهيب، ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل عشان سنين من البرمجة إنك لازم ترضي الكل وتسيب نفسك آخر القايمة. أنا فاكر الشاب اسمه وائل أول مرة قال لأ لصاحبه اللي بيستنزفه بالطلبات، رجع الجلسة بعدها يقول لي حسيت إني وحش. لما قعدنا نحلل اكتشف إن اللي جواه هو صوت قديم من طفولته، إنه لازم تكون مطيع، ما تقولش لأ للكبار. بعد ما وعي إن ده مش صوته، قدر يفرق بين ذنب وهمي وحماية لنفسه. طب يا دكتور، هل في علاقة حب أو جواز ممكن تنهار بس عشان مفيش حدود؟ أيوة، وده شفته بعيني. كان في زوجين بيحبوا بعض جدا، لكن الزوجة كانت بتقول أنا ببذل 150% من نفسي وهو واخد ده كأمر عادي. بعد سنين اتحولت المحبة لغضب مكتوم. لما ابتدينا نشتغل على حدود بسيطة زي تحديد وقت للراحة أو مشاركة المسؤوليات، العلاقة بدأت تتنفس. وده بيثبت إن الحب من غير حدود بيتحول لاستنزاف، لكن الحب مع حدود بيبقى أمان. يعني نقدر نقول إن الحدود مش بس بتحمينا، لكنها بتخلي علاقاتنا أنضج وأصدق. شكرا جدا يا دكتور نور على الحلقة. ولو انت بتسمعنا، جرب تحط حدود بسيطة من النهاردة، هتتفاجئ قد إيه حياتك هتبقى أهدى. ابعت الحلقة لحد محتاج يسمعها، ونشوفكم الحلقة الجاية.